ورحمة الله وبركاته. معكم فاتح ماني اليوم فيديو جديد وجايب لكم الحلقة الثانية من سلسلة أشياء قد لا تعرفها في ماينكرافت للجوال. فهيا ننطلق. أول شي نعدل الشاشة يا فادي. أول شي أشياء أنت يمكن ما تعرفها، اللي يعرفها ما يزعجني بالكومنت يقول أنا أعرفها ديما وأشياء. هذا أول شيء تحتاجه أنك تحفر مسافة بلوكين. أول بداية فقط، أول بداية بس، أول بداية. وشفت هذه القطة أو الفهد تحصلها بس في الأدغال. إذا أعطيتها السمك شوف إيش راح يستوي. إذا أعطيتها سمك أعطيها سمك. تعال تريد سمك؟ بس تغير لونها. خلينا نعطيها. شوف طبعا في عدة ألوان، 3 ألوان بس، 3 ألوان فيه. خلينا نشوف إذا تطلع لون ثاني غير عن اللون اللي سوينا قبل. خلينا نقول لا 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 لا. المهم عرفتوا هذاك اللون الأسود. والحين أسود. في لون يكون لونه برتقالي، هذا تموت. لا لا لا. خلينا نشوف كذا نعطيها أسود. ما بعرف. وثاني شيء أنه القطة هذه تقدر تحطها قدام بيتك. ليش يا فهد تقدر تحطها قدام بيتك؟ لأن الكليبر يخاف منها. فإذا أنا حفرت كذا وسويت كأنه درك. شوف الكليبر، تعال يا الخواف. شوف سارد هرب. شوف يهرب. ثاني شيء في الكليبر أن إذا كان عندك ولاعة أو فلنت اند ستيل تقدر تضغط عليه انقط وشوف ويش راح يستوي. راح ينفجر. شوف أي كليبر حتى لو كان هذا الشيء في مال الدم تقدر تسويه. ثالث أو رابع شيء أنه خلينا نحط الأشياء اللي بنسويها. نحتاج بيضة القروي، الكلب، الخروف، الدجاج، ونحتاج الخنزير، ونحتاج القمح، وتحتاج هذا، وتحتاج اللي هو الجزر والبطاط. أول شيء خلينا نشوف. إذا كان عندك بقرتين وما تريد تجيب ثانيات ما عليك إلا أن تضغط عليها فيد، وما طلع القلوب راح يزاوقون ويطلع واحد صغير وراح يكبر. ثاني شيء الخروف نبي كبار. شوف تعال الخروف الكبير مع الخروف الكبير شوف ايش راح يستوي حسب نوعيتهم. إذا كان الخروف الحرمة أبيض راح يطلع الأولاد أبيض. ثاني شيء أو خامس الخنزير تقدر تزاوجهم شيئين. وشو الجزر أول شيء، والثاني شيء تقدر تسوي لهم اللي هو البطاط راح تزاوجون. خلينا نغير أشياء. نجيب هذا ونجيب هذا ونجيب هذا، ونحتاج إلى أبواب دجاج تزاوجهم. إذا سويت السيد أي نوع من السيد
مثلا تزيد القمح يزاوقون. إذا حطيت دقيقتين كذا وزاوقت واحدة بالبطيخ ما راح تقدر، يعني ما راح تتغير، ما راح يتغير. ثالث شيء المهم أن الحين سالفة القرويين إذا تبي تزاوجهم أو يتكاثرون ما عليك إلا أنك تسوي شيء واحد، واللي هو أنك تحط أبواب. يعني خلينا أول نسوي كذا أبواب هنا كذا كنا باب، إنزين كذا نسوي كنا باب كذا 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 ونحط الأبواب بشكل مو شرط يكون منظم، ونحط القرويين أو الفلك راح يفتحون ويدقدقون بالأبواب كذا. وصلنا إلى قبل آخر شيء واللي هو الكلب. لأغلبيتكم يعرفه لكن ما كامل الأشياء، ما يعرف كل الأشياء عن الكلب، لذلك راح نجيب عدة ألوان. هذه الألوان شيئين تستطيع أنك تستخدمها. الشيء الأول في تصبيغ الخروف، إذا تضغط عليه باستمرار راح يتصبغ للون اللي عندك. طبعا في الحلقات القادمة راح أسوي لكم إياه. ثاني شيء الكلب أول البداية تعطيه، شوف إذا تلعب أنت كنت أونلاين، أوكي أونلاين يعني حد داخل معك أخوي، إذا كان هذا مثلا كلبه وهذا كلبك كيف تميز بينهم؟ بالألوان. شوف العنق هذا وردي وهذا برتقالي. طبعا كما نقول دائما لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة فادي عماني، واللي يعرف هذه المعلومات الرايحة. شوف فمثلا إذا قبل أن ننهي الحلقة خلينا نشوف إذا كان في آيس بلوك. الآيس بلوك راح يكون أسرع إذا تمشي عن هذا، لكن راح يكون هنا راح يكون وش لا هنا راح يكون الكل يعرف انه في السويل ساند يكون بطيء، تمشي بطيء، بس اذا مشيت وعليه الثلج راح يكون ابطأ من ما يكون تحت الساند. كذا اللي يعرف هذه المعلومات لا يضيع الآخرين. أتمنى أن البعض استفاد. لا تنسى اللايك، اشترك في قناة فادي عماني. مع السلامة.